دكتور محمد السلماني، إداري الفريق الأول لنادي الاتحاد. في البداية حابين نسألك عن انطباعك مهرجان صغار كرة القدم الذي برعاية الاتحاد السعودي ويستضيف نادي الاتحاد. بداية تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدينكم. بالفعل هي فرصة أنك تجي تشوف الجيل القادم، سواء للاتحاد للأهلي للأندية المختلفة. مشاركة رائعة من الكل. يمكن شايفين اليوم أنه ليس هناك فائز أو مهزوم، ولكن هي أن تشاهد روعة الشباب الصغار، الجيل القادم للكرة السعودية، ليس فقط للاتحاد والأهلي أو بعض الأندية، لا إنما للجميع. ويمكن حتى حضورنا اليوم أننا نساهم على الأقل بحضورنا لكي نشجع الجيل القادم. شايفين ما شاء الله تبارك الله مهارات، ابداع، سواء حتى من التعليق، روعه الحضور جميعا. ما نحتاجه بالفعل ان نعلم هذا الجيل القادم كيفيه التعامل، كيفيه قبول الفوز او الخساره، السلوكيات داخل ارضيه الملعب وخارج ارضيه الملعب. اتمنى ان يوفق هذا التجمع باذن الله تعالى وان يكرر باستمرار. رأيك باحتياج المملكة العربية السعودية بهذه المهرجانات تتطور الكرة السعودية؟ نحتاجها ليس فقط في الأندية، عندنا مشكلة موجودة حتى في المدارس. احنا كنا نشوف الأجيال اللي راحت كلها يمكن تواجدهم وطلوعهم من المدارس بداية، صحيح من الحارة المدرسة. نحتاج أن تكون هناك تجمعات منظمة داخل الحواري أو المناطق، داخل المدارس، ثم تنتقل للأندية. الأندية هي يتجمع فيها الجميع، لذلك نتمنى أن يكون هناك تنظيمات، احتفالات، أتمنى أن تكون حتى مشاركات من القطاعات الخاصة لتوطيد الفكرة بشكل أجمل. كيف رأيت تنظيم أكاديمية الاتحاد للمهرجان؟ لا، دائما مبدعين بكل أمانة، يعني ليس لنا في نادي الاتحاد أو لنا الاتحادية، ولكن شايفين ردة الفعل من الجمهور، من الحضور الرائع. دائما أنا أتمنى أن يكون هناك دعم لهؤلاء الشباب لكي يكون الأفضل ما يحتاجونهم، إتاحة الفرصة لهم لكي ينظموا مثل هذه الملتقيات. شكرا، يعطيكم العافية، بالتوفيق لكم.